هنا بقى هنعمل لو البتاعة دي سخنة، ناسية ان انا مولعة عليها النار. هنعمل صينية جلاش بلحمة مفرومة. بسم الله الرحمن الرحيم. حط السمنة هنا. معايا طبعا بصل متقطع اهوت، وهنا كده، وهنا السمنة اهو. هنسيب بس البصل يدبل شوية. خلاص يا حبايبي، دبلنا البصل يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات. وعندي بقى اللحمة اهي، عندي نص كيلو لحمة اهو. هسيبه بس يفك، علشان ده انا مطلعاه من الفريزر. هسيبه بس كده يفك في السخونية بتاعت البصلة. بس يا حبايبي، اسمها ايه دي، تسبيكة اللحمة المفرومة. نحط لها بقى الملح، كده ملح، نحط فلفل اسود، خلاص كده نركنها بقى على جنب. على بقى لما ايه نجيب حاجة الجلاش بقى. عندي لفة طبعا الجلاش ديت. هاتوا الجلاش بقى نضيف العبودي ده جميل اوي. بصوا، ما تجيبوش من السوبر ماركت، هاتوا من العربية اللي واقفة ايه بتاعت الكنافة دي. مش تجيبوا من السوبر ماركت تلاقوه مكسر ومعجن وناشف ومعطن. بصوا بقى الجلاش جميل جميل بصراحة يعني. معايا لفة الجلاش ديت اهي، احطها على جنب. ومعايا الصينية الجميلة دي القشطة، ومعايا السمنة ديت اللي انا هاخد منها ايه علشان ادهن الجلاش اهي. بس انا سيحتها يعني. هندهن الصينية اول حاجة. نبتدي ناخد ايه ورقتين ورقتين ونحطهم في الصينية اهي، اتنين على طول كده. نعملها كذا مرة ايه معاكم في القناة. ناخد ورقتين وندهن سمنة، ناخد ورقتين وندهن سمنة هنا بس عشان متقعدش تتبهدل. على كده بقى. بصوا لغاية ما نوصل لايه، لنص الصينية. يعني ايه، ورقتين ورقتين لغاية ايه نص الصينية. وادي ورقتين كمان. هي الجلاش يعني ايه مليان، الجلاش ده مليان مش زي الفايز هو الورقة بتبقى فاضية، لا. هنعمل كده لغاية ما نوصل لنص الصينية، ورقتين وندهن سمنة، ورقتين وندهن سمنة لغاية نص الصينية. خلاص يا حبايبي، وصلت لنص الصينية اهي. هجيب بقى اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها. هي كتير كتير بصراحة، كتير. مش مشكلة، بتبقى فيها لحمة كتير بتبقى حلوة. نفردها كده في الصينية، نفردها في الصينية كلها. عشان كمان الصينية كبيرة فايه مش مستكتراها يعني. حلوة كده، فيها لحمة كتير. خلاص كده يا حبايبي، فردنا اللحمة في الصينية كلها اهي.
هنكمل بقى ايه بقيه الورق بتاع الجلاش اللي احنا ايه، اللي احنا هنكمل بقى بقيه الورق اهو. هنعمل برضو ورقه ورقه، ورقتين كده ورقتين، ونحطهم لغايه ما نكمل الصينيه كلها. بس نوزع اللحمه، اللحمه عايزاها تبقى متبقاش مكلكعه كده في بس. بعد كده بقى هناخد ايه ورقتين برضو ورقتين ونروح حاملينهم اهو اول ورقتين اهو لغايه برضو ايه ما نكملهم كلهم. نغطي بقى ايه وندهن بقى ايه سمنه، ورقتين وندهن سمنه لغايه ما نكمل الصينيه كلها. خلاص كده يا حبايبي عملت اللي عملتها كلها اهي. دلوقتي هحطها بقى في التلاجة شويه علشان السمنه اللي فيها دي تتجمد شويه واعرف اقطعها. طلعتها يا حبايبي من التلاجة ديت، هتقطع بكل سهوله بقى عشان ايه اهي. بصوا بتتقطع بسرعه ازاي، ازاي اما تقعد بقى تروح يمين وشمال اهي على طول اهي. هقطعها بقى وارجع لكم. معايا اللبن دوت، مج اللبن ده الا طبعا شويه عشان نعمل حساب البيضه. معايا بيضه كده هحطها فيها اهي. حطيت البيضه في اللبن المعلقه كده، ونحط شويه فلفل اسود، حبه فلفل اسود، طبعا حبه ملح، يعني ملح مش كتير برضه عشان نقلبهم كده في بعض. ده يا جماعه البيض واللبن اللي هنحطه على الجلاش. طبعا قطعت صينيه الجلاش اهي، هنشربها بقى بالبيض واللبن. دلوقتي بقى هحطها في الفرن. احنا بقى هناخد شويه شوربه بتاعه اللحمه دي، هنعمل عليها ملوخيه. هي فيها شوربه بس كانت هنحط بقى معايا الملوخيه دي. نحط الملوخيه على قد ايه الشوربه. نحط الملوخيه. هنا الملوخيه خلاص فارت. هناخد بقى توم من هنا، التوم انا عاملاه في علبه اهو عشان ما تعبش بقى كل شويه اقعد افصص واعمل. انا عاملاه حاطاه في الفريزر. نحط بقى ايه السمنه ونكشف الملوخيه. نحط الثوم وعليه شويه فلفل اسود وملح ونكشف. خلاص كده يا حبايبي عشان نغطي الملوخيه. هنا بقى عندنا صينيه الجلاش طلعتها اهي. خلاص كده يا حبايبي بصوا الجلاش بقى جميل ازاي، مفرول ولا حاجه خالص اهو. تعالوا اتفضلوا معانا شويه. اقول لكم اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايبي.